لقد تخطيت أساليب حزب الدولة. ينتمي هذا الحزب إلى القرن التاسع عشر، بما في ذلك الحزب الفلسفي. لقد تم اجتياز هذا الأمر، وعليهم أن يجتازوه بأنفسهم. الحزب هو تنظيم إيديولوجي فكري. إنهم لا يقولون إننا يجب أن نصبح دولة وما إلى ذلك. فالرئاسة المشتركة تنظم الأفكار والوعي بالديمقراطية، حيث تتم مناقشة القضايا واختيار الكوادر وإنجاز العمل والمهام الأكاديمية، ويمكن إنشاء الأكاديميات واختيار إداراتها وإدارة لجانها، ولا ينبغي النظر إلى الكوادر في الصفوف الأمامية كسلطة تابعة للدولة. هذا هو التعريف العام. فالأمر المهم هو إبراز النساء والرجال الذين يمكنهم النضال إلى الوسط، وأن يكونوا متمكنين في الجانب الإيديولوجي والتعبير عن أنفسهم. فالرئاسة المشتركة تلعب دورا في حل حرية المرأة والرجل بشكل جيد. إن المساواة والحرية ممكنة من خلال قضية المرأة. ثورتنا في الوقت ذاته هي ثورة المرأة. إن أوجه التقدم المتعلقة بتطور المرأة معروفة، وفي هذا الصدد فإن الفرص العظيمة للحرية والمساواة مع القيم الأخلاقية والجمالية تعبر عن القيم التي يرغبن المساهمة بها للتقدم الاجتماعي. هناك انسداد في هذا الجانب، فتحليلها وممارستها مهم جدا. هذا ضروري لكل من المجتمع الوطني والريادة الإقليمية. فالحياة الديمقراطية تقوم على أساس الديمقراطية والحرية مع المرأة، لكن لهذا السبب يجب تخطي أخلاق العبودية المتعمقة والحداثة الرأسمالية التي تخرجها عن مسارها لعيش حياة جميلة. بخوجي في درباس بكن بارتي رخصتنكي إيديولوجيك وهشمندية نابيجن أن ببن دولت هستروكاتي دبا فكر وهشمندية ديمقراطية رخصتن دكا برزگريك تينا نقاش كرن كادروين بجار تينا جهاندن وكاروبارن أكاديميك تينا كرن أكاديمي دكار ورا آغا كرن وريفا بريا خواه يا قرولي هربجيرن بيوستا كادروين لبيش وكي هزكي دولتي نين ديتن بيناسايا گشتي أفا آگرين جن وزلام خورتبن ين دكارن تكوشين بكن دميل إيديولوجيك دا حاكم و دكارن خو إفادة بكا جن وزلام در خستنا هوليا هفسروكاتي تشتكي آزادي جن وزلام پر باش چاره سر دكايا وكهفي و آزادي دمسالة جن دا بيكانه شورشامه دهمان دميده شورشا جنيه بيشكتنين در حقي بيشكتنين جن دا تينازانين دعني الجندة درفتن عزادي ووكهفية يمزن بنرخين أتيك وأستاتيك و نرخ بخوازن نشبوي بيشكتنين جواكي بكن إفادة دكن. ناقشت هذا الموضوع مهم باعتبار أنه نحن عم نبني مجتمع جديد، مجتمع ديمقراطي، مجتمع مبني على العدالة والمساواة. فطالما أنه هذه هي المبادئ اللي نحن بنآمن فيها ونسعى إلى تنفيذها وتطبيقها في الحياة العملية، فمن الضروري أنه يعني الجنسين يكونوا محررين، وحتى بمستوى المسؤولية الجنسين يكونوا بنفس المستوى من المسؤولية. فهذا بدأ من نظام الرئاسة المشتركة. يعني بالرئاسة المشتركة رجل وامرأة، هل هم حقيقة بنفس المستوى بهذا النشاط؟ بنفس المسؤولية؟ بنفس مستوى المسؤولية؟ هل الاثنين فاعلين بهذا النظام؟ أم أنه في نوع من شو بدي أقول أنه لا زال من الجانب العملي الرجل بيشوف نفسه هو الأساس والمرأة هي التابع أو من الدرجة الثانية للرجل في هذا. يعني بطبيعة يعني بشكل طبيعي إنه المرأة عم تعطي الأهمية والمسؤولية بالدرجة الأولى للذكر في هذا النظام. فهاي نحن لازم نناقشها. فإذا الوضع بهذا الشكل يعني لا زال الرجل هو الأساس في نظام الرئاسة المشتركة، معناته ما استفدنا شيء. يعني نحن فقط عم نذكر إنه في رئاسة مشتركة عندنا، في مساواة بين الجنسين، في عدالة، ونحن عم نتباهى بهذا النظام إنه نحن مطبقين نظام الرئاسة المشتركة. لكن عملياً إذا المرأة لا تزال هي في الدرجة الثانية وتنظر لنفسها إنه مو من حقها تعطي رأي، مو من حقها تشارك، مو من حقها تعترض، مو من حقها تبادر، إذا بتشوف حالها هي بهذا الشكل معناته ما غيرنا شيء. وحتى
وحتى بالمبادئ اللي نحن بنآمن فيها، وبالمبادئ اللي على أساس إنه نحن عم نطبق هذا النظام بناء على المبادئ ما عم نمثلها بالحياة العملية. لحتى تكسر هذه القيود، فالمجتمع بنفسه ما راح يكسرها، بالعكس هو كل ما بده يزيد القيود على المرأة. ببعض المناطق في محاربة شرسة من قبل الرجل على نظام الرئاسة المشتركة، في هجوم شرس من قبل الرجل، من قبل الفكر العشائري. فيوميا اتهامات للنساء بموضوع ضربها، بموضوع الشرف، بموضوع النهب، بموضوع يعني بمواضيع متعددة يتم اتهام المرأة فيها حتى يتم إبعاد المرأة عن نظام الرئاسة المشتركة. ففي هجوم مباشر على هذا النظام. نحن لازم نكون حريصين على المكانة اللي نحن وصلناها كنساء، نحافظ عليها. حاليا سوريا بالكامل يعني بتتعرض لعملية دمار وهدم بشكل مستمر، ولو انه ما في حروب كبيرة، لكن الهدم والدمار لا زال مستمر. معنويا المجتمع وصلان للصفر، اقتصاديا تحت الصفر، أمنيا كمان نفس الشيء، أخلاقيا صاير في تغييرات، ثقافيا صاير في تغيير. من كل النواحي المجتمع السوري تعرض لتغييرات بنيوية نتيجة السياسات اللي عم تمارس من خلال عدة سنين. سلطة، علما أنه نظام الرئاسة المشتركة ما هو سلطة. يعني إذا نحن بدنا نفكر بنظام الرئاسة المشتركة على أنه هو سلطة عم نغلط. فالمرأة لازم ما تسمح للرجل حتى يجر هذا النظام إلى موضوع السلطة. نظام الرئاسة المشتركة هو نظام مجتمعي، هو في خدمة المجتمع، هو في سبيل تحقيق العدالة والمساواة بين المجتمع. ولازم ما نشبهه بمؤسسة الأسرة. يعني الأسرة صحيح نحن عم نسميها بالحياة الندية، الحياة الندية بين المرأة والرجل على أساس المساواة، فيها مسؤولية اجتماعية للأسرة تجاه المجتمع. الرئاسة المشتركة لها طابع سياسي، المرأة سواء كانت يعني المؤسسة سواء كانت مؤسسة خدمية أو مؤسسة فكرية أو مؤسسة اقتصادية، بالنتيجة هي مؤسسة سياسية. يعني بموضوع فصل السياسة عن النشاطات الخدمية أكبر غلط ارتكبته الأنظمة الحاكمة. هن حصروا السياسة بموضوع فئة معينة تحكم البلد، وبيرسموا سياسات سموها هدول سياسيين، علما أنه المجتمع هو اللي لازم يرسم السياسات. ليش؟ لأنه المجتمع هو اللي بيقدر يتحدث عن احتياجاته، سواء كان احتياجات تعليمية ثقافية أو احتياجات اقتصادية أو احتياجات دفاعية أو احتياجات نقول مش اجتماعية. أن المرأة لديها ذكاء من رفيع المستوى. هذا الذكاء يخلق شو بدي أقول من السياسة التكتيكية اليومية بما يخص طرح الحلول للقضايا العالقة، بأنه عندها ذكاء بإمكانها تتحرك بمرونة وتطرح مواضيع تؤدي إلى الحل بدون استعصاءات. هاي إذا المرأة حقيقة
يعني حاولت تكون فاعلة وحاولت تلعب دورها وحاولت يعني تشعر بذاتها وبنفسها ضمن هذا النظام. يعني ما تنظر للرئاسة المشتركة على أساس أنه هو دوام وظيفي يومي لكم ساعة وتعود للبيت وتلعب دورها الحقيقي. فبشكل عام خاصة بهاي المرحلة اللي نحن عم نمر فيها، هي مرحلة عصيبة ونسعى إلى أن يكون هناك حل قادم في سوريا، لكن المستجدات وكل ما هو موجود يثبت أنه ما في حل قريب. تذكر جن الكل ومناج بوحة موجنا يعني أنا هبكي دوي توجيهات دايانجي دوي رش بس لأنها هو خندن أنا كارل وقت بيشنيا بيجي زيادة بده يعني بتجربة باكوري كردستاني تجربة رجاوي كردستاني وتجربة مثلا جارة يكمين بكاتي سوريان لنفقد بارتيا اتحاد السورياني ها أواجي هسلوكات التجربة يعني جي تجربات بشينا جنا كرد أساس قريبة مثلا بارتيا يكمين بارتيا يكتدا ديمقراطيك بيدابو لبلد ها بارتيا كسكا كرديجي أو جي هسلوكات وقالك جي تقاسي أم للسر عرضي بيك بين باش بيك بين أو تجربة راستية وحقتها للسر عرضي ولا خويا كرم بجالك نيوي ببي تجربة ببي أساسك جبوا حمو إلي جبادو قبولنا كدما كوبارتيكي برنجكي ببنيانجي سازيكي برنجكي ببنيانجي نافندكي كو نهر دو جنس بهردورة دناو أمبيجن تكشيني دادن جبوه بسر أستا تكشينا مما لا سكنان كو تشقاسي أم بكار بسر رانكي ما يبسكنن أم بكار خبيج بخن أم لا يدبي شورشا كو بكداش جنان بتايبج جنان جنان آزاد راستيجي سلوغانا جن جيانا آزادي أمي بسر قادة رجاوي كردستاني بدنا بيكاني وببي ميراسك جبو حمو جنين جهاني ومكان جهاني تينو آزاد بدنا بيكاني.